صباح الورد وصباح الفل وصباح الياسمين، او مساء الورد ومساء الفل ومساء الياسمين. طبعا ما انتوا هتشوفوني، اللي هيشوفني الصبح صباح الورد، واللي هيشوفني بالليل مساء الورد، على احلى اخوات واحلى ناس في الدنيا. قبل اي حاجة هنصلي ونسلم على خير خلق الله محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. شايفين بقى الكيكة دي؟ الكيكة دي بقى العيش حاجة كده فاخر من الاخر، زي ايه ما بيقولوا. يعني هي دي اخر لقطة، انا جايبه لكم اخر لقطة بس بفتح نفسكم. بصوا بقى الجمال، تحفة 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 تحفة. شفتوا بقى؟ يا سيدي. طعمها بجد حكاية، يعني انا باكل منها كده بدوب معاها. شايفين سمك الكيكة عاملة ازاي، والصوص اللي تحت والشوكولاتة السايحة دي غرام. يلا بينا بقى نشوف ايه احنا هنعمل ايه ومقاديرنا ايه. بتاعتنا بتاعت الكيكة وبتاعت الصوص وبتاعت الشوكولاتة من فوق. هنا معانا كوباية لبن طبعا، وكوباية سكر، كيس فانيليا، بيضتين فانيليا، نص كوباية زيت، كوبايتين دقيق. ده الكيكة. الصوص بقى معانا معانا معلقتين كاكاو، معانا شوكولاته خام. الصوص بقى معانا هنا زبده ومعلقتين نشا، كوبايه سكر وكوبايه لبن. تمام كده. وكوبايه اللبن دي هسقي بيها الكيكه في الاخر. ومعانا كوبايتين او علبتين دانيت. تمام كده. يلا بينا نشوف احنا هنعمل ايه. هناخد مقدار من المقادير بتاعتنا ديت وهنظبطها، وهنبدأ معانا بالكيكة. احنا اول حاجة هنشوف هناخد الكيكة بتاعتنا. الدقيق بتاعنا هنشيل منه معلقتين دقيق ونحط معلقتين كاكاو، علشان نظبط بتاع الكيكة بتاعتنا وتطلع لونها لون الشوكولاتة. تمام كده. انا هجيب بولة واجيب بيضتين، البيضتين بتوعي طبعا بيض يعني فانيليا وخل. اهم حاجة الخل حبيبي. الخل ده طبعا بيبقى رافع للكيكة، محسن زي محسن الجل كده. فهو الخل بيحسن من الكيكه وبيخليها ترتفع. انا نزلت بالفانيليا ونزلت بكوبايه السكر بتاعتي، وهقلبها حلوه قوي لغايه كلها تتدخل مع بعضها، والسكر يبدا ان هو يدوب في البيض. وهنزل بكوبايه اللبن بتاعتي، وهنزل بنص كوبايه الزيت، واقلب كل المقادير دي، المقادير السايله بتاعتي. هقلبها كويس قوي. يعني تحاولي وانتي بتقلبي كده تقلبي في اتجاه واحد، علشان لو انتي اتقلبتي في الاتجاه العكس بتخرجي الهواء اللي انتي دخلتيه في السوائل، وبتبقى الكيكه بتاعتك ما بترفعش. تمام كده. انا بقى هجيب الدقيق بتاعي كوبايتين اهوت، هنزل بمعلقتين الكاكاو، وهحوش منها معلقتين دقيق، علشان المقدار بتاعي يطلع كويس وما تطلعش الكيكه مني ناشفه. هنزل بالبيكنج باودر وبذرة ملح. تمام كده. كل يعني الكيكة بمقاديرها موجودة اهيت. ده انا كنت ما حطيتش الخل فحطيته دلوقتي. هنزل بقى بالمكونات الجافة شوية شوية كده، هنزل بقى بيها كلها واقلبها زي ما قلنا في اتجاه واحد. هقلبها كلها علشان يبقى لونها بني. حاولي تقلبي طبعا كويس وتنزلي الجناب وتقلبي من تحت، علشان ما يبقاش فيه حاجات فيه دقيق ولا حاجه ويظهر لك في الكيكه. انا جبت الصينيه ودهنتها زبده زي ما انتم شايفين، ونزلت بمقدار الكيكه بتاعتي، وهحاول امشيها بقى شويه كده علشان ما يبقاش فيها اماكن فيها تهويه مفرغه. تمام كده. الكيكه بتاعتي بعد ما استوت اهيت وطلعتها، هي ما خدتش معايا في الفرن حوالي تلت ساعة على الرف الوسطاني. طبعا ما بفتحش الشواية الا في الاخر خالص، علشان الوش بتاعي ما يتلهفش. انا طبعا خرمتها بالشوكة وجبت كوباية اللبن. انا كان المفروض ان انا اجيب القهوة سريعة الذوبان، بس ما لقيتهاش. رحت جايبة كيس كوفي ميكس زي ما انتم شايفين، وكبيتها حطيتها طبعا على الكيكه وهي دافيه، علشان الكيكه بتاعتي تشربها كلها، تبقى فلافي كده. يعني لما تيجي تاكليها تبقى حاجه فلافي معاكي كده طريه. و
مش قاعد متابع لانه هو غاوي اللبن، يعني بيقول تديني كوبايه اللبن دي وانا اشربها. فظيع مش ده. يلا بينا بقى نعمل ايه صوص الكراميل بتاعنا. صوص الكراميل كوبايه سكر، طبعا المقلايه ناشفه زي ما انتم شايفين، وانا نزلت بكوبايه سكر كبيره. هي بصراحه يعني الصوص جه كتير. لو انت عايزه تقللي الكوبايه حجمها، انا حطيت كوبايه كبيره ستانلس زي ما انتم شايفين. انت لو انت عايزه تقللي الكوبايه تحطي كوبايه ازاز صغيره، مفيش مشكله. طبعا هنا في الفتره دي يعني انا في الاول ما بقلبش، انا بحرك السكر كده، لكن هنا بقى في الفتره دي لازم اقلب، لان السكر تحت بدأ يتكرمل معايا وفوق ايه ابيض. فلازم ايه في المرحله دي تقلبي وما تسيبيش سكر على طروف المقلايه بتاعتك او الوك بتاعك، علشان ما يسكرش معاكي وينزل حبيبات في الصوص بتاعك. انا قلبت حلوه اهوت خلاص. يعني شويه كده اللون اللي انا هبقى عايزاه، هو ده اللون اللي انا عايزاه في الكراميل. اللون كده جميل، بس طبعا مش هو ده الكراميل بتاعي، لا ده في حاجات تانية، في حاجات تانية داخلها عليه. كده هو كده جميل قوي. انا هنزل طبعا، انت بقى حابه تنزلي بمعلقتين زبده انزلي، تنزلي بمعلقه زي ما انت حابه، لكن هي كل الزبده جميله وهتدي طعم حلو للصوص بتاعنا. طبعا وانت بتحطي الزبده بتلاقيها نشفت منك شويه الكرم، لا ما تقلقيش خالص، انت مع التقليب هيرجع تاني ناعم. تمام كده. لو وصلتوا معايا لغايه هنا صلوا على النبي يا جماعه واذكروا الله كده. ويا ريت كل حد يقول لي في التعليقات هو بيشوفني من اي بلد. انا بحب اخد رايكم جدا، وبحب اعرف انتوا بتتابعوني من اي بلد. هنا جبت كوبايه اللبن ونزلت عليها بمعلقتين النشا، ونزلت عليها نزلت على ايه اهو، هنزل على صوص الكراميل بتاعي بعد ما الزبده ساحت. تمام كده. هو بقى في المرحله دي بيكلكع مني قوي، يعني بيبقى صلب شويه، لكن برضك ما تقلقيش من الموضوع ده، هو شويه وهيفك مع اللبن. تمام كده. انا بقلب فيه اهو، هو خلاص كده يعني بقى كده مية مية. احنا هنقف لغايه هنا؟ لا طبعا مش هنقف لغايه كده، لا 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 لا، مش هنقف لغايه كده، لازم نعزز طعم الكراميل بردك. هنزل بعلبتين الدانت اهو، ده بقى تعزيز لطعم الكراميل بتاعي. كان طعمه بصراحه جامد 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 اهو. علبتين الدانت هقلبهم كويس بردك، وبعد اللون الجلد ده هيبقى لون بني كده. الكراميل بتاعي بقى جميل، شوفوا لونه بقى اسكت، لا لازم انزل بشوكولاته. يلا ما هي كيكه شوكولاته وهيصه. عموما الكيكه ديت انا بعشقها جدا جدا. كده الكراميل بتاعي بقى خلاص كده مية مية. طبعا انا هسيبه، هنقله في بولة وهسيبه لما يبرد ويهدى، علشان ايه احطه على الكيكه بتاعتي. تمام كده. هو خلاص كده جميل قوي. لو انت حابه تصفيه ممكن تصفيه، لكن انا صفيته ما لقيتش فيه حاجه اهو. خلاص هو برد معايا والكيكه بقت بارده. هنزل طبعا بيه شويه شويه، هملى طبعا وش الكيكه كله. يا سيدي يا سيدي على الجمال بقى والعشق روعه. خلاص لازم تهزيها بقى شويه كده، عشان انت مهما تقعدي تسوي في وشها مش هيتسوى إلا لما تخبطي الصينيه خبطتين كده. هنا بقى الشوكولاته بتاعتي انا سيحتها في الميكروويف، وحطيت عليها ايه ربع كوبايه لبن. هي بصراحه الشوكولاته دي كانت عايزه اكتر من ربع كوبايه اللبن، فاهماني، عشان تبقى صوص شوكولاته كده زي على الوش، لكن انا قللت كميه اللبن. فانا ما حطيتها تسقع جات لي رجعت تاني شوكولاته، يعني ايه صلبه شويه، بس هي بصراحه كانت طعمها جميل بردك. كده قلبت الشوكولاته بقت هي وهي دافيه سايله. تمام كده. لكن لما دخلت التلاجة رجعت تاني لاصلها، كانت عايزه حبه لبن تاني ايه دافيين وتتقلب معاها. احطها بقى على الوش كده. الله الله الله، ايه ده، ايه الجمال ده، والشوكولاته دي ما اقولكوش بقى يا جماعه، تحفه تحفه تحفه، وطعمها حكايه. شفتوا هي كده بعد ما انا حطيتها ايه في التلاجة ووشها بقى جامد شويه. وشوفوا بقى السكينه دي بتقطع في قلبي.
يعني في اكلات كده تقول لك ايه، لا الاكله دي نازله على معدتي، لا الاكله دي بقى نازله على قلبي. بصراحة كان طعمها جامد جامد جامد، وبصراحة عجبت العيلة كلها. يعني لو انت عندك ضيوف ممكن تجهزيها قبليها بشوية، ساعتين ثلاثة كده، هتبقى حاجة شيك وحاجة جميلة ان انت تقدميها ايه لضيوفك. او لو انت عايزة برضك تقدميها في بيتك مفيش مشكلة. بس بصراحة الكيكة دي لو انت عملتيها هتدعيلي. انا عايزاكم تجربوها وتقولي في الكومنتات وتقولوا لي احنا جربناها وايه رأيكم فيها، لو هي عجبتكم او ما عجبتكوش، بس ايه تقولوا لي يعني. لو هي عجبتكم قولوا لي عجبتكم، ما عجبتكوش برضك يعني زي ما انا قلت لكم كده في فيديوهاتي اللي قبل كده، انا برحب بالرأي والرأي ايه الاخر. تمام كده. هي خارجه من الصينيه يا قلبي، خارج معاه مع فنجان قهوه كده بقى يا جماعه، ما اقولكوش. يمي. بصراحه انا كنت عايزه اقول لكم ان انا بحبكم كلكم، بحب كل متابعيني كلهم، وبرحب بيكم، بتنوروني بتعليقاتكم الجميله وبتنوروا قناتي، وانا ببقى سعيده جدا 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 بيكم، وسعيده بتعليقاتكم اللي هي بتديني دايما طاقه ايجابيه. وعايزه اقول لكم ان انا بحبكم بحبكم، ولو عجبتكم الكيكه اعملوا لي لايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس، وما تنسونيش بدعوه حلوه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.